خلصت 50,000 خطوة قبل الساعة 12. 50,000 خطوة. رجلي وجعاني، ركبي باظت، وكرهت حاجه اسمها مشي، بس خسيت شويه وخلصت كتاب كان نفسي اقراه من زمان وذاكرت واستفدت حاجات تانية كتير هقول لك عليها في فيديو النهارده. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، ولو انت متابعني على انستجرام فانت اكيد عارف كويس ان انا من عشاق المشي، واني بمشي تقريبا متوسط 20,000 خطوه كل يوم. يعني انا مش مبتدئ، والتحدي ده عملته قبل كده بس عملته لمده 4 ايام. المره دي هحاول اعلي الليفل شويه، ازود الصعوبه، هحاول ان انا امشي 50,000 خطوه كل يوم لمده اسبوع كامل 7 ايام. مش متاكد اني هنجح وممكن ما اقدرش اكمل للاخر، بس زي ما بقول لك على طول مش هتخسر حاجه من المحاوله. وبما ان ابلكيشن عد الخطوات على موبايلي بيبدا الساعه 12 بالليل، فانا هخلي يومي في المشي بيبدا الساعه 12. انا حاليا في اجازه ويومي مقلوب، بنام بعد الفجر وبصحى على الظهر، ودلوقتي الساعه 6 وربع، يعني فاضل حوالي 6 ساعات ويبدا اول يوم في التحدي. والمعدات اللي هتساعدني في التحدي هي الموبايل عشان اسلي وقتي، الهيدفون الجميله دي عشان اقدر اسمع حاجه وانا بتمشى واستفيد بالوقت، صديقي العزيز حامد محمد اكبر مدمن بودكاست في الوطن العربي، طلبت منه اقتراحات لمحتوى ممكن اسمعه وانا بمشي، وبعت لي تشكيله جميله جدا من الفيديوهات والبودكاستات وحاجات كتير قوي بحملها دلوقتي عشان اسمعها ان شاء الله لما ابدا. ابلكيشن انكي على الموبايل مليان كروت في ماده الجراحه، هحاول احل فيهم وانا بتمشى عشان خاطر ما بقاش ضيعت الاسبوع كله من غير مذاكره. الكوتش الرياضي ده مريح جدا عشان اتمشى بيه وانا بره البيت. الشبشب ده اكتر شبشب مريح في البيت، بتمشى بيه على طول لما احب اتمشى جوه البيت. الميزان هقيس بيه التقدم بتاعي وخسيت قد ايه في اسبوع التحدي. واخيرا ابلكيشن لعد الخطوات، الموبايل يبقى في جيبي طول الوقت وبيعد لي انا مشيت كام ستيب بالظبط. ما فاضلش وقت كتير، هخلص كام حاجه كده ورايا عشان ابقى متفرغ تماما طول الاسبوع الجاي للتحدي. يلا اشوفكم الساعه 12. دلوقتي الساعه 11 ونص، فاضل نص ساعه الحق اتوزن عشان اعرف وزن كام قبل التحدي. طبعا الميزان بيبقى بالملابس الداخليه، لانك لو اتوزنت باللبس الرقم مش هيبقى دقيق قوي. 79 كيلو و250 جرام. طبعا الرقم ده مش دقيق 100% لان انا يعتبر في نص اليوم يعني واكل وشارب، فانا برضه هتوزن تاني ان شاء الله بكره الصبح بعد ما اصحى واقول لكم الميزان وصل كام. الساعة دلوقتي 12، أحسن وقت تتمشى فيه هو الوقت ده، الشارع بيبقى فاضي تماما ومش محتاج تركز مع العربيات أو الناس أو أي حاجة، طبعا الجو برد جدا فلا متقل على الآخر، فيلا نشوف. فكرة المنزل الجديدة أو كوبري البحر أو كوبري النيل، وأنتم شايفين النيل ورايا، أنا سبتبري وبعد كده أطلع المنزل الجديد، يعني نشوف واحدة بواحدة. بقى الجزء الصعب في الكوبري المطلع ده، مطلع تقيل جدا، والمشكلة الأكبر من المطلع الملف. بص كده بيلف ازاي، بتفضل طالع على الكوبري حاسس انك مايل كده، اللي هو انت ماشي بالورد، زي ما يكون عندك رجل اطول من رجل. يحتفلوا معايا ب 7000 خطوة. لقطات حصرية من فوق قمة الأوسط، تاني أعلى قمة في العالم. عشان عيون الحبايب. استراحة نشرب الشاي. انا سمعت لحد دلوقتي بودكاست مدته ساعة ونص اسمه ايه المشكلة بتاع امير منير ومحمد الغليظ وياسر ممدوح. طبعا اقتراح حامد محمد، للاسف كل اقتراحاته بيبقى فيها رغي كتير، بياخد ريكورد ساعتين كده اسرعه على 2 مثلا بحيث يخلص في ساعة ونشوف ايه اناتومي اوف ثايرويد جلاند. والمرة اللي فاتت لما عملت التحدي ده كنا في فصل الصيف، دلوقتي الجو تلج وانا عندي انفلونزا. لبس دايت ده بجد احدى نعم الله في الارض. اتفضلوا معانا يا رجاله. كان في شويه كلاب كنت بشوفهم هنا على طول في الصيف، مش عارف موجودين ولا ايه. طريق العوده يا مسهل، بس لسه بدري، الساعه 2:30 تقريبا، عايز اقعد للساعه 5 كده مثلا، عايز اصلي الفجر في الشارع واقعد لحد الشروق. تعالوا نشوف صدى الصوت كده من غير عربيات. راجل مش مان. لا في الحته دي اهو كذا عربيه تقف لي وتقول لي اركب انزلك خلاص ومفيش حاجه. تمام، اللي هو مستغربين مين هيطلع الكوبري في وقت زي ده، اللي هو اكيد انا مش معايا فلوس، مش موفر ينزلوني ببلاش، ما ينفعش اطلع الكوبري من غير ما ادخل ابو فليو في طريقنا لاكل كل الكالوريز اللي بقالنا 3 ساعات بنحرق فيها. طب عايز واحده ورغيف كايزر بعد كده. الف شكر يا باشا، الكايزر خلصان للاسف بس مش مشكله، الجاد كتير. جمدان من 10. عوده للمنيا اخيرا. في 4 اخبار مهمه دلوقتي. اول خبر ان انا خلصت اول محاضره في الثيرويد، تاني خبر ان انا كملت 20,000 خطوه، تالت خبر ان الاثنين ابلكيشن بقوا مظبوطين مع بعض الحمد لله، رابع خبر ان مصطفى صاحبي نزل يمشي معايا 10,000 خطوه كده ولا حاجه،
فيلا نتمشى في المنيا نفسها بقى. يلا عريس عريسنا يا عريس دبلة دبلة الخطوبة الخطوبة. حياتكم عندنا. طبعا عرفنا بهبت في الاغاني. والآن مع أعظم آيس كريم في تاريخ ثلاجات الآيس كريم كلها، لحظات دوبامينية لا تتكرر. حلو قوي كده النهارده 33,000 خطوه. اروح انام بقى عشان اكمل بكره الصبح. فاضل لي كده كام؟ فاضل لي 18,000. مشيت 300 خطوه كمان لحد بتاع الطماطم. روحت البيت لقيت ان لسه عندي شويه طاقه، ممكن اتمشى 2000 او 3000 خطوه كمان. وكده كده انا محتاج اكل حاجه فيها بروتين عشان ما اكلتش بروتين كتير النهارده. دي الوجبه اللي هاكلها: 300 جرام جبنه قريش وطماطمايه متقطعه. وده كتاب الكارديو بتاع البطنه بتاع السنه اللي فاتت، بتستخدمه كمفرش للاكل. صباح الخير. مفيش وقت اتمطع، لازم اقوم دلوقتي حالا عشان اكمل الخطوات اللي عليا. ادخل الحمام بسرعه واخلع هدومي واتوزن ونكمل مشي. فرصه كويسه اخد راحتي وانا بغسل سناني والتزم بالدقيقتين اللي بينصح بها الاطباء. في فكرة مختلة شوية بس قوية جدا جات لي امبارح وانا بنام، وهي ان اجيب اخر التحدي. هقعد بس في الاضاءة عشان خاطر تشوفوني كويس. الاسبوع ده هاخده كله BSMF، يعني هاكل بروتين فقط، زيرو كارب زيرو فات. وفي تكاية صغيرة كده ممكن اعملها قبل التمرين في ايام التمرين، وانا بتمرن 3 ايام في الاسبوع، يعني النهارده السبت والاثنين والاربع. قبل التمرين كده هوريك هعمل ايه. يبقى الاسبوع ده اكلي هيبقى عبارة عن صدور فراخ، بياض بيض، جبنة قريش. ميزان اول يوم 77 كيلو و4 من 10. أول وجبة في اليوم 300 جرام جبنة قريش. الوجبة رقم 2 155 أو 154 جرام من صدور الفراخ. في تغيير في الخطط، عندي مشوار مهم بالليل هياخد وقت، فمش هقدر اروح الجيم النهارده، هخليه بكره ان شاء الله. الساعه دلوقتي 6 ومش فاضل لي غير تقريبا 2000 خطوه هروح بيهم المشوار بالليل. يعني معايا حوالي 4 ساعات راحه اقعد فيهم على المكتب اذاكر او اراجع المحاضرات اللي سمعتها. اشوفك الساعه 12 بالليل في بدايه اليوم الثاني. الوجبه رقم 3 يا ترى هل ترى هتبقى ايه؟ الاجابه صدور فراخ. الساعه 12 عدت، يوم جديد بدأ. يلا ننزل ناخد لنا 20 30 الف خطوه كده على السريع. يوم جديد و30,000 خطوة أو 6 ساعات ماشي دلوقتي مستنياني. جبت معايا الكاميرا، تعال بقى نصور أكبر قدر ممكن من المشاهد اللي هنشوفها بما إن الكاميرا معايا. المرة دي مش هطلع من الجديدة، هتمشى في شوارع المنيا وأفرجكم عليها. نفسي أجيب الحامل اللي بيعمل تثبيت تلقائي ده، اللي هو أنا بتهز دلوقتي وبتحرك لكن الكاميرا تفضل ثابتة، بس المشكلة ثمنه تقريبا معدي 6000 جنيه. لا بصراحة أنا مستمتع جدا ومبسوط ومستمتع وأنا بتمشى وبسمع حاجات بحبها وبذاكر. فلحد دلوقتي التحدي ماشي حلو جدا جدا. ده كوبري المنيا الجديدة اللي طلعناه امبارح. المرة دي مش هنطلع الكوبري، لا هكمل على طول على الكورنيش. مشيت 13,000 خطوة، يعني لسه معايا ساعتين 3 كمان. خلصت محاضرة كمان في الثيرويد، يلا هنكمل. شارع مصر. جامعتي العزيزة جامعة المنيا، أقوى جامعة في محافظة المنيا. جامد الجاكيت ده، هبقى أجي أشوفه الصبح. وبعد ما خلصنا ساعتين من المشي ندخل على الفقرة القادمة، وهي ساعتين من المشي. جعان. حوالي 32,000 خطوة والساعة دلوقتي كام؟ 6:30. آخر وجبة النهاردة اللي هي 263 جرام من الجبنة القريش، حوالي 930 كالوري، قول 1000 كالوري زي الفل. همشي لي 2000 خطوة كمان وأنا باكل الجبنة القريش وأدخل أنام. يوم جديد، صباح المشي. 76 و550 جرام فراخ وجبنه قريش وطماطمايه. النهارده يوم تمرين، يعني رايح الجيم. انا بروح الجيم 3 ايام في الاسبوع، يعني ان شاء الله الحد والثلاث والخميس بلعب فول بادي او جنرال، يعني بلعب الجسم كله. بس الاسبوع ده مش هلعب رجل لان رجلي بالفعل هلكلها من المشي الكتير، ولو زودت عليها ممكن ما اقدرش اكمل التحدي. طبعا انا مش باكل اي كربوهيدرات دلوقتي، وشويه الكارب اللي كانوا متخزنين في جسمي اتحرقوا مع المشي الكتير، يعني ادائي في التمرين ممكن يقل شويه. وهنا يجي دور التكايه اللي قلت لك عليها امبارح، وهي الكارب السريع. باخد حوالي 30 جرام سكر خلال
التمرين مش بيزودوا كالوريز كتير، حوالي 120 كالوري، لكن بيرفعوا ليفل سكر الدم وبيزودوا ادائي في التمرين. في العادي باخد معايا حته عجوه، بس دلوقتي مفيش عجوه في البيت، عشان كده النهارده هستخدم كيس عصير تانج. الكيس ده ب 5 جنيه وفيه 80 كالوري، وممكن ازود كمان 10 جرام سكر، يعني توتال هيبقى اقل من 140 كالوري او 120 كالوري. هشرب منه شويه قبل التمرين وانا داخل الجيم، والباقي هشربه خلال التمرين. فراخ. الهدف النهارده مش ان اعمل عضلات جديده، الهدف ان انا احافظ على العضل اللي عندي بالفعل بسبب عجز السعرات الكبيره. احاول ما اطولش قوي في الجيم عشان الحق اكمل الخطوات، وممكن اتمشى شويه بين كل دخله والتانيه. يوم رقم 3 ومعايا 3 اخبار. اول خبر هو ان الوضع ريلاكس والدنيا حلوه جدا، رجليا تمام وكل حاجه زي الفل، وشكلي ان شاء الله هكمل التحدي لاخره. تاني خبر هو ان قابلت صاحبي ابراهيم شوقت واستلفت منه الباند دي، هي مش سمارت ووتش، هي باند بتقول لك انت مشيت كام خطوه، حرقت قد ايه كالوريز، وبتديك شويه معلومات. يعني هنا على الموبايل هتلاقيني ماشي 3214 خطوه، في الساعه هتلاقيني ماشي 3900 خطوه. طيب ليه في فرق بين الاثنين؟ لان الساعه لابسها طول الوقت، بدخل بيها الحمام، بروح بيها كل مكان، مش زي الموبايل، فالساعه هتخلينا نقدر نبقى دقيقين اكتر في حساب الخطوات بتاعتنا. ثالث خبر، قرب لي كده وطي الصوت، انا النهارده هروح صمالوط. بما اني رحت تقريبا كل مكان في المنيا ما عدا اماكن قليله ممكن اكملها بعدين، فالنهارده هعمل حاجه مختلفه. النهارده هروح مركز في المنيا اسمه صمالوط، همشي من موقف المنيا لحد موقف صمالوط، تقريبا سكه 6 ساعات، مش عارف 40 كيلو 45 كيلو حاجه زي كده. طيب انا ليه موطي صوتي؟ عشان لو الوالده سمعتني مش هتنزلني من البيت. هذاكر ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده ننزل وهصور لكم كل حاجه في الطريق. المزيد من صدور الفراخ. الجو برد جدا، عشان كده اعتمدت النهارده فانكشن اوفر فورم. ويا ترى مين اعرفه مجنون كفايه ان هو يجي لحد صمالوط ماشي؟ يلا قربنا على الموقف. أول قرية في سكتنا البرجاية، مسجد ريادة وعبادة. أخيرا زهرة، تاني قرية كده بعد البرجاية، كله تحت الكنترول. تالت قرية صفت اللبن. وصلنا كام خطوة؟ وصلنا 22,000. في خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان النهار طلع والحمد لله ما تثبتناش لحد دلوقتي. الخبر الوحش ان الشمس هتطلع دلوقتي فهتحط علينا كده. الحمد لله وصلنا اقصى. هتقول لي عرفت من اليافطه؟ هقول لك لا طبعا. إتسا وود فرنيتشر. إتسا اتطورت قوي يا عم. قرية الحتحتة also known as قرية التحتحة. الاسم في البطاقة البايهو، اسم الشهرة بلد إبراهيم شوقت. ندخل البايهو، استراحة محارب، نفس عميق، نريح 10 دقايق ونبدأ الجولة الجديدة. حدود القاهرة 225 كيلو. جاي منك صمالوط ترحب بكم، واحنا صدقني نرحب بها. اخيرا صمالوط 40,000 خطوة. بقالي نص ساعة بدور على بيبسي دايت، والحمد لله اخيرا لقيت كوكاكولا زيرو. كنت فاكر اني هموت لحد ما لقيت دي. احمدك يا رب. متشكرين يا جوجل مابس. مكاني المفضل في صمالوط للاسف قافل. تم بحمد الله 47,000 خطوة، مش عارف كام كيلو، هبقى اكتب في الفيديو. والمفروض ان انا حرقت 1500 كالوري. كده وصلنا صمالوط ولفينا شوية في صمالوط. الموقف بقى دلوقتي عندنا حلين، يا اما ان احنا نروح مشي، يا اما ان احنا نركب مواصلة ونروح. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وانا كده كده هروح بمواصلة. في حاجة تزعل قوي في المواصلات وانت راكب، ان الشوارع اللي انت كنت بتاخدها في ساعة وانت ماشي بتعدي قدامك كده في ثانية. اللي هو الشارع ده انا بتمشى فيه من بالليل، عدى قدامك في نص دقيقة كده. ستيبس اليوم تقريبا خلصت، فاضل 2000 بس ولا حاجة. لو دخلت الحمام مرتين ولا حاجة هخلصهم. ننام بقى، ننام ونقعد نذاكر باقي اليوم.
لما نشوف الوزن بقى كام بعد الجريمة بتاعت امبارح دي. 75 و400 جرام. تعالوا نتكلم عن اللي حصل امبارح. في خبرين حلوين وخبر وحش. الخبر الحلو الاولاني هو ان انا مبسوط جدا وعملت حاجه كان نفسي اعملها من فتره طويله قوي، فانا دوباميني في السماء. تاني خبر حلو هو ان خطوات اليوم خلصت الحمد لله، مشيت تقريبا 47 او 48 الف خطوه في المشوار بتاع صمالوط، فخلاص يعني هم داخلين الحمام وهكمل ال 50 الف، هريح النهارده واكمل مذاكره على المكتب. الخبر الوحش بقى هو ان للاسف ما قدرتش التزم بالبي اس ام اف. خلال السكه بتاعتي كل شويه كنا بنعدي على قرى والواحد كان بيتعب وبيجوع، فممكن في كل قريه كده كنت بدخل اجيب رغيف عيش مثلا واقصص فيه انا وصاحبي، ممكن مثلا اعدي اجيب بقسماطايه كده يعني. بس اعتقد توتال اللي انا اكلته بره البروتين العادي بتاعي ما يكملش مثلا 500 او 600 كالوري، فالدنيا لسه تحت الكنترول. اروح اريح بقى عشان محتاج امشي تاني الساعه 12. طبق اليوم وكل يوم صدور فراخ. اليوم رقم 4 وقررت ان انا مش هنزل النهارده من البيت، لا هتمشى جوه البيت لسببين. اول سبب هو ان انا لسه تعبان شويه من المشي الكتير قوي بتاع امبارح، انه كان متواصل ما كانش فيه راحه في النص. تاني سبب هو ان انا جعان جدا جدا ومش عايز اعرض نفسي الريسك ان انا امشي جنب مخبز والاقي لسه مطلع عيش فينو او بطلع مخبوزات سخنه كده ومش هقدر اقاوم، فهبوظ الدايت خالص. فخلاص انا هاكل الجبنه القريش بتاعتي واتمشى في البيت، استعنا على الشقه بالله. ليه بحب المشي؟ ليه بشوف ان المشي احسن كارديو ممكن تعمله؟ في 4 اسباب اساسيه. اولا المشي رياضه سهله مش محتاجه قوه اراده، يعني انا محتاج شويه تحفيز عشان انزل اجري الصبح او اطلع على الستير ماستر في الجيم، لكن مش محتاج اي اراده عشان انزل اتمشى شويه. ثانيا اي حاجه ممكن تتعمل وانت بتمشي، المكالمات، الشات، سماع ريكوردات الكليه، الفرجه على يوتيوب او تيك توك او تصفح السوشيال ميديا عموما، كل ده ممكن تعمله وانت بتتمشى. ثالثا ودي مهمه قوي بالنسبه لي، المشي ما بيجوعنيش زي باقي انواع الكارديو. انا فاكر كويس لما كنت بنزل اجري الصبح ان كنت بروح البيت هموت من الجوع، وساعات وانا مروح كنت بجيب لي رغيفين بطاطس او طعميه فيهم سعرات قد اللي حرقته مرتين، يعني اللي حوشناه صرفناه. رابعا عشان المشي ممكن يتعمل في اي وقت، مش زي مثلا الجري لازم اتاكد ان الجو كويس او مفيش شمس، او مثلا لو هلعب كارديو في الجيم لازم الجيم يكون فاتح. لا المشي ممكن اعمله في اي وقت وفي اي مكان. عشان كده بقالي فتره مش قليله بحب المشي، وبشجعك انت كمان تمشي كتير. طبعا مش 50,000 خطوه بس تمشي كل يوم، كفايه كده عشان مفيش وقت ورايا خطوات كتير ومحتاج ازود السرعه شويه. شارع وحشكم بصراحه، فقلت اتمشى شويه بعد الفجر. السما بقى لها كام يوم حلو قوي. ميزان اليوم الرابع بالبوكسر بس 75 و75. فراخ. مفيش طريقة عشان استحمى وانا بتمشى. الجو برد قوي النهارده، بدأت ازهق، حاسس ان انا اخدت كل الفوائد اللي ممكن اخدها من التحدي وان انا مكمل عشان الفيديو بس. هانت هكمل الاسبوع لاخره ان شاء الله. بعد 5 ايام من المشي المتواصل طاقتي بقت اقل بكتير. نزلت ابلكيشن بيشغل لك ميوزك وانت بتمشي او بتجري، وبيديها ريتم او بيديها ريت عشان يفضل الريت عالي. طول ما الريت عالي كده بيخليني امشي، حابب بتشجعني ان انا امشي واكمل. لازم الحق اخلص الخطوات بسرعه. استراحه نشرب الشاي. الوقت ده احلى وقت في اليوم، الواحد عايز يقعد هنا ساعتين ولا حاجه، بس لازم اكمل مشي. في صديق جديد النهارده بيمشي معايا، محمد ثروت، هياخد له كده 10,000 ولا 15,000 خطوه. تعال احتفل معانا يا صاحبي، عاملين حفله بمناسبه خساره الاهلي 4.
الساعة عدت 12، يعني احنا دلوقتي في سادس يوم وفي خبرين جداد. الاول هو ان رجلي بتجيب اخرها. انا ما كنتش عايز اقول كده عشان ما بقاش شكاء بكاء، بس في فقفيقة او فقاعة او بقليلة حسب انت بتسميها ايه في رجلي اليمين من تحت بقالها يومين، وللاسف حالتها بتسوء عشان بمشي عليها، ودلوقتي بقيت بدوس على رجلي بصعوبة، وده هيخليني محتاج امشي عدد ساعات اكتر عشان سرعة المشي بقت بطيئة قوي. انا مكمل ومش هوقف، بس هضطر اتراجع شوية، وده بيوديني الخبر التاني وهو اني ابوظ الدايت. مش هكمل البي اس ام اف الاسبوع ده وهرجع اكل بشكل طبيعي. انا محتاج كل جرام طاقه عشان اقدر اكمل، والوضع اللي انا فيه دلوقتي اضراره هتبقى اكتر من فوائده، عشان كده هاخد راحتي في الاكل شويه، بس هكمل ماشي ان شاء الله. كده كده خلاص مش فاضل غير الخميس والجمعه. يعمل المهم البركه. قال له صاحبه وهو يا ويلتنا ويقول ما مشيتش غير 20000 خطوه. هاجي اروح دلوقتي عشان انام عشان اقدر اصحى كويس قبل الصلاه. المشكله دي مشكله يوم الجمعه اساسا بيبقى مزنوق، يعني بتقعد شويه في الخطبه وفي قعده مع الاهل، في شويه مشاوير تانية. واضح ان انا احاول استغل كل دقيقه بكره عشان خاطر اخلص اخر يوم على خير. يلا خلاص، هو فاضل نص يوم، لازم ان شاء الله اكمل 50000. دي حلوه شويه يعني. خلصت 50000 خطوة قبل الساعة 12. 50000 خطوة، فاضل دقيقتين. ركبي رسميا في ذمة الله. ده كان اليوم السابع، انا كده خلصت. في كلام كتير قوي عايز اقوله بس تعبان قوي. هنام وبكره الصبح نقول كل حاجة. السلام عليكم. One week later. عدى اسبوع على اخر يوم من التحدي. حبيت استنى شويه عشان اشوف تاثير التحدي ده على حياتي. تعال بقى اقول لك انا استفدت ايه بالظبط. 1. لفيت كل شوارع المنيا بلا استثناء، مش كل حاجه طلعت في الفيديو طبعا، بس انا ما سبت الشارع. 2. قابلت ناس من صحابي كان نفسنا نتقابل من زمان، وتمشينا مع بعض واتكلمنا وقضينا وقت كويس، برضو مش كله طالع في الفيديو. 3. خلصت حاجات كتير ورايا، حضرت الكذا فيديو للقناه وانا بتمشى، وخلصت برانش كامل في الجراحه اللي هو الغده الدرقيه. 4. استمتعت، خدت تجربة جديدة ودي بالنسبة لي من أهم أهداف الحياة. 5. ودي أقل حاجة في الأهمية بالنسبة لي، هي إني خسيت شوية. بعد آخر يوم في التحدي وزني على الميزان الصبح كان 75، بعد ما رجعت آكل تاني وليفلات المية في جسمي رجعت تاني الطبيعي بقى وزني 76، يعني خلال الأسبوع خسيت حوالي 2 كيلو، وده بالنسبة لي رقم كويس جدا. دي كانت الفوائد. إيه الأضرار بقى؟ 1. رجلي مش في أحسن حالاتها، الجلد تحديدا بتاع رجلي من تحت لسه متأثر، كنت عايز أحط لك صورة بس خايف تعرف وتقفل الفيديو. 2. شهيتي بقت مفتوحة جدا وكلت كتير شوية الأسبوع ده، بس الحمد لله كله تحت الكنترول. طيب ليه ممكن انت تفكر انك تعمل تحدي زي ده؟ مش لازم 50000 خطوة، بس مثلا 20 او 30000 خطوة في اليوم. 1. عشان تثبت لنفسك ان الموضوع مش بالصعوبة دي، وانك تقدر عادي تعمل حاجة ممكن تكون شايف انها صعبة عليك. 2. عشان تسمع كتاب او كتب كنت عايز تقراهم من زمان ومكسل، واغلب الكتب المشهورة ليها نسخ صوتية موجودة على النت. 3. عشان تعود نفسك على رياضة المشي، وانك تعرف تعمل حاجة وانت بتمشي. لو حياتك ما فيهاش رياضة فالمشي هو اسهل حاجة ممكن تعملها. 4. عشان تشوف الشارع بقى، بقالك قد ايه ما نزلتش من البيت؟ انزل شوف الشوارع والناس والخضره وشوف الشمس، انت لسه شجره يا عم. الموضوع مش مستحيل، كل اللي محتاج تعمله انك تحط رجل قدام رجل وتكرر ده 50000 مره. شكرا لكل من تحمل هذا الفيديو حتى النهايه وعاش معايا الاسبوع بكل تفاصيله. اكتب لي في الكومنتات اطول مسافه او اطول مده مشيتها في حياتك كانت قد ايه، خلينا نشوف عشاق المشي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.